السلام عليكم، واش راكم فرجاتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم بوصفه جديده مع هذه سخانه راح تخرج لكم الهبال تاع الدنيا. ما تجيش ناشفه وتجي خفيفه وتجي معسله زاده ومحرحره. الله الله، تكتوك بيض النجال معسله ومحرحره. وصفه ما فيها لا دجاج ولا لحم، بنتها عسل يا سلام. على طبقنا الجزائريه، وصفه جداتي الله يرحمها كيما كانت توجدها انا ماني جبتها لكم بأظافرها ولا حذافيرها. شوفوا معايا اليوم جبت البصل قطعته قطع عشوائيه دي مع عشوائيين كيما راكم تشاهدوا معايا. حطيتهم حتى تقلاو نشوفهم دابوا. نرجعوا لهنايا عندي بابريكا وعندي زاده فلفل اسود، عندي كمون وعندي شويه راس الحانوت، وما نساوش المليح. نحطوا الملح زاده ونحطهم كامل التوابل ديالنا فوق البصيله. من بعد ما ذابت لنا كيما راكم تشاهدوا تعسلت لنا بيان هذيك البصله. هذه من اسرارها ان البصله تعسل مليح حتى تقريبا تجيب الطياب. من جهه اخرى نقطعوا الثوم ديالنا. عندي هنايا حوالي 3 فصوص تاع ثوم يكونوا مواين، يعني يكونوا متوسطين. قطعيهم شرائح واللي حبت تبرشهم ما كاش مشكل. هو من اصلها هي تقطعيهم شرائح كيما راكم تشاهدوا معايا. لهنايا نخلو لهم فجوه وين نحطوا الشرائح ديالنا ياخذوا وقتهم في التقليه ولا راحتهم في التقليه كيما راكم تشاهدوا معايا. يعني قلت لكم وصفه من وصفات جداتي الله يرحمها، وصفه تاع زمان يا اختي. البنه ديالهم ولا اروع، يعني مهما نديروا مهما نطوروا في الاطباق ديالنا، مهما نزيدوا فيهم ونديروا الابداعات ديالنا ونحطوا البريستيج ديالنا، تقعد من افضل الاطباق الجزائريه هما اطباق جداتنا ولا مالنا بكري كيفاش كانوا يحطوهم لنا ما شاء الله. يعني كان بريستيجهم طبيعي ماشي زايد عليه. وكما راكم تشاهدوا معايا حطيت لهم زاده. شوفوا السر ديال هذا الطبق، ما حطيتش لا طوماط كونسونطري اللي تباع في لي بواط، خدمتها في الدار. يعني الطماطيش فورتها ورحيتها كيما راكم تشاهدوا معايا، ومن بعد جمرتها بزيت عادي. درت لها شويه زيت وجمرتها في القدر وعمرتها في لي بورت مونجي، ودوك نستعمل بها الاطباق تاع زمان كيما راكم تشاهدوا معايا. هذه الطماطيش راح تخرج لكم تحمر الدنيا، يعني بنتها ولا اروع. كما شاهدتوا معايا من بابريكا كي حطيتها مع لي زيبيس حطيت كميه بسيطه جدا. تشوفوا معايا على الطماطيش اللي راني خدمتها شعال حمراء وبدون اضافات كما راكم تشاهدوا معايا. من بعد ما حطيت طماطيش ديالي بيان سور راح نمرقوها شويه باش الطماطيش ديالي تحلل كامل وتولي تجوز كامل مع البصيله ديالنا كيما راكم تشاهدوا معايا. هنايا من جهه اخرى قطعت البيض نجال عشوائي كيما راكم تشاهدوا معايا. حطيت لهم غير تاع فرينه وشويه ملح قد الكونتيتي اللي عندك، وما نساوش فلفل اسود، ونخلطوا كل شيء على فوق. يعني هذه الطريقه نفسها تقدري ديريها وتزيدي لها ربع كاس ماء عفوا زيت وتخلطيهم مليح وتحطيهم فوق سنيوه فيها بابي كويسون وتدخليهم للفوغ. راح يكون ناقص شويه ليدا. اما انا درتها بهذه الطريقه واكتفيت ودرتها في الزيت تتقلى. ومن جهه اخرى حطيت الفلفل حار ديالي حار ماشي هذاك اللي ممسك. يعني انا كيما راكم تشاهدوا معايا قطعتهم هكا. انا للامانه راكم تشوفوا برك وريت لكم، لكن قطعت حبيبه ونص تاع فلفل حار باسكو انا نحب الحروريه بزاف. فزدتهم في القدره من بعد ما قليت البيضنجان ديالي وحطيته فوق البصل. زدت له هذاك الحار ديالي كيما راكم تشاهدوا وخليته يتجمر على خاطر راح تجيكم تكتوكه على قانيها تاع زمان. يعني ما حيش تندموا عليها. والبنات صدقوني انا شخصيا كل دوره راح ناكل منها. هذه تقريبا كليتها انايا صراحه بنينه بالبزاف. تقدري ديريها بتوجديها مع مثلا كونتيتي يعني لا باس بها وتحطيها دان كوتي تقودكم صالات زايده في الاطباق ديالك. طبيعه الحال ما حاش تندمي انك تجربي الوصفه هذه، وما تنسيش انها وصفه جداتنا تاع زمان وطبق رائع ومعسل
وبلا لحم وبلا دجاج وبنته. يا سلام يا سلام سلم. ان شاء الله نتلاقاو في طبق اخرى باذن الله. مع السلامه، في فيديو اخر باذن الله.